السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدأ المشكلة اللي جاية لي النهاردة يا جماعة، أنا حابب أطلب منكم طلبين. أولا، نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم وبارك عليه. تاني حاجة، يعني أتمنى إنكم تدعموني الأيام الجاية، عشان إن شاء الله بإذن الله تعالى نوصل في أقرب وقت ل5000 مشترك. ويلا بينا نبدأ المشكلة اللي جاية لنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عبد الرحمن؟ انا بنت عندي 21 سنة. انا اتربيت في بيت عيلة كبير جدا، بيت مليان ناس، اعمام، عمات، اولاد عم واحفاد كتير. كنت البنت اللي الناس كلها تقول عليها دي البنت المؤدبة الهادية بنت الناس. عمري ما رفعت صوتي وعمري ما عملت حاجة تخلي حد يلومني. كنت دايما بحاول أرضي الكل وأعيش في هدوء. من وأنا صغيرة كنت بلاقي ابن عمي دايما قريب مني بزيادة، قريب مني بزيادة. وخلي بالك، خلي بالكوا يا بنات، القرب الزايد ده بالذات ما بين الولاد والبنات ده حاجة غلط. مهما كان قريبك، ابن خالك، ابن عمتك، خدوا بالكوا يا بنات من الموضوع ده. من وانا صغيرة كنت بلاقي ابن عمي دايما قريب مني بزيادة. كنت ساعات الاقيه بيتعمد يقعد جنبي اكتر من اللازم، او يمسك لعبة من لعبي ويقول لي تعالي نلعب سوا. في الاول كنت طفلة ومش فاهمة، كنت باخده على انه لعب عيال. بس مع مرور السنين ابتديت احس ان في حاجة مش طبيعية. نظراته ما كانتش عادية، ساعات عينه تفضل متثبتة عليا بشكل خلاني أحس بعدم ارتياح. لما كبرت شوية ابتديت ألاحظ أكتر. كل مرة أقعد وسط العيلة ألاقيه بيقرب مني بشكل متعمد. لو قمت أجيب حاجة من المطبخ ألاقيه ورايا، لو قعدت على الكنبة ألاقيه جاي يقعد لازق جنبي. وكنت ببقى متوترة جدا بس مش عارفة أتصرف أقول لمين، ولو قلت مين ممكن يصدقني. هو في نظرهم ابن العيلة المؤدب الجدع اللي محدش شاف منه حاجة وحشة، وأنا مجرد بنت صغيرة ممكن يتهموني إني بتهيألي أو إني بفكر غلط. كبرت أكتر وبقيت في سن المراهقة، وحسيت إن خوف جوايا بيكبر معايا. بقيت أتجنب أي لحظة أكون فيها لوحدي في البيت أو في أوضة، وخصوصا لو هو موجود. كنت بخاف لدرجة إني ساعات أستخبى في أوضة تانية وأقفل الباب عليا. لكن مهما كنت بحاول أبعد كان دايما بيلاقي فرصة يقرب. الكلام بقي أوضح، يبعت لي كلمات مش مريحة على الموبايل، أو يقول جمل فيها تلميحات قدام الناس كأنها هزار. بس أنا كنت فاهمة قصده. أنا عمري ما كنت ميالة ليه، بالعكس كنت حاسة بخوف ورفض، بس ساكتة ساكتة من الخوف. لحد اليوم اللي عمري ما هنساه، اليوم اللي كسرني. كنت في البيت لوحدي، أهلي خرجوا يزوروا حد من قرايبنا، وأنا قررت أقعد عشان كان عندي شغل في الكلية. فجأة سمعت صوت الباب بيتفتح، لقيته هو داخل. قلبي وقع، حسيت ان رجلي اتشلت. حاولت اتصرف بهدوء واسلم عليه بسرعة وادخل اوضتي، بس هو ما ادانيش فرصة. ابتدى يقرب مني بكلامه المعسول اللي انا عارفه انه سم. بعدين حاول يلمسني غصب عني. انا اتجمدت في الاول، وبعدين فجأة لقيت نفسي بصرخ وبجري ناحية الباب. هو حاول يمسكني بس انا كسرت ايده وجريت باقصى سرعة. قلبي كان هينفجر من مكانه وانا واقفة برا البيت، دموعي نازلة، قلبي بيتقطع. كنت متأكدة ان دي اللحظة اللي لازم اواجه فيها الكل. رجعت البيت بعدها وانا مرعوبة، بس كان جوايا امل ان اهلي هيصدقوني، انهم هيبقوا سندي وحمايتي. وللأسف هنا كانت الصدمة الأكبر. لما حكيت لأهلي كانوا بيبصولي بعيون مش مصدقة. قالولي يمكن انتي متوترة، يمكن بتتخيلي، يمكن فهمتي غلط. حد فيهم قالي ما تكبريش الموضوع، هو ابن عمك، مش معقول يعمل كده. الكلمة دي كانت زي سكينة في قلبي، كنت محتاجة حضن وسند. لقيت شك وتكذيب.
من يومها اتغير كل شيء. علاقتي بأهلي بقيت حاسة اني مش آمنة حتى وسط الناس اللي المفروض يحموني. بقيت عايشة بخوف وقلق. ساعات بسمع صوت خطواته في خيالي وأترعب. ساعات ببص في المراية وأسأل نفسي أنا عملت إيه عشان أستاهل ده؟ دلوقتي وأنا بكتب لك القصة يا عبد الرحمن، أنا لسه مش قادرة أستوعب. أنا اتحرمت من إحساس الأمان. بقيت بفقد الثقة في أي حد حواليا. بقيت بخاف أبص في عين أي راجل حتى لو كان محترم. سؤالي ليك والكل اللي بيسمعني، إزاي أرجع ثقتي في نفسي وفي أهلي تاني؟ والله يعني أنا عايز أقولك إن دي يعني من المشاكل اللي بنشوفها كتير. بس يعني صراحة في غلط كبير على أهلك، وأنا بوجه أكبر غلط على الأهل. لأن يعني إزاي الأهل ما يصدقوش بنتهم؟ إذا لم يكن الأهل هم حماية الأبناء والبنات، من سيكون الحماية بعد الأهل؟ من سيكون الحماية لهم والأمان بعد الأهل؟ أنا عايز أقول لك أولا يعني هو يا جماعة، يا بنات، بلاش اللي هي العلاقات القريبة قوي. حتى لو كان الشخص ده، الولد ده، إذا كان ابن عمك، ابن خالك، ابن خالتك، بلاش القرب. خلي في حدود. طول ما ولد وبنت مهما كان ايه العلاقة، ابن عم ابن خال، لابد ان يكون في حدود. انتي بنت وهو ولد، يا بنات لازم يبقى في حدود. دي حاجة. تاني حاجة، ما تزعليش. انا عارف ان انتي زعلانة ان دلوقتي اهلك ما كانوش مصدر الحماية او مصدر الامان ليكي. بس الحمد لله ان ربنا يعني حافظ عليكي وربنا سترها معاكي. بس انتي في الاخر بتقولي لي ازاي ترجعي ثقتك في نفسك وفي اهلك. انتي اول حاجة ثقي في ربنا. يعني انتي قبل ما تثقي في الناس اللي حواليكي، ثقي في ربنا، لان هو اللي نجاكي الحمد لله، وهو اللي دايما بيكون موجود قبل وجود الاهل. انتي مفيش حاجة مستاهلة ان ثقتك تضيع من نفسك. لا، انتي حاولي يعني تعملي حدود وثقي في نفسك، ورجعي ثقتك في نفسك. وحاولي يعني تقنعي اهلك ان فعلا الكلام ده حصل حقيقة، وان انت مش بتتبلي عليهم. طالما انت صادقة في كل كلامك، خلاص حاولي يعني تقنعيهم. والله لو هم ما اقتنعوش بكلامك، طالما انت بتقول ان اهلك ما صدقوكيش، خلاص انت من نفسك كده تعملي حدود ما بينك وبين ابن عمك. ما يتكلمش معاكي، ما يهزرش معاكي، العلاقات تبقى من بعيد. عادي ان سمحت اضطرت الامور انك تشكي لابو طالما ابوك ما صدقكيش، انك تشكي لعمك ومرات عمك، خلاص قولي لعمك ومرات عمك على الحاجات اللي حصلت. تمام. وان شاء الله ربنا يعني يحافظ على جميع اخواتنا البنات، وربنا يسترها على جميع اخواتنا البنات. واشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة، واتمنى اكون افدتك، والى اللقاء.